السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين. درت واحد المنشور فيديو، درتها على اليوتيوب، القناة تاعي في اليوتيوب. المنشور هذا أنا تعجبت حقيقة لأنه دار يعني مشاهدات كثيرة جدا في ظرف يعني 24 ساعة، الحق ربما آلاف، أكثر من 10,000 مشاهدة، ربما 15,000 ولا. فقلت سبحان الله، تعجبت. هذا المنشور درته عتاني على الصفحة الزرقاء. هو كنت نقرأ من كتاب يعني الإمام والسياسة لابن قتيبة. فقط قرأت ويعني حاولت في هذا المنشور باش ما نعلقش، باش نعطي المعلومة مباشرة للمتلقي المستمع، وانا ندير فيه ندير فيه الثقة. يقدر الإنسان يقدر يفهم، ربي يعطينا عقل نقرأ عليه النص، هو يدير الاستنتاجات تاعه. فطلعوا كثير من التعليقات تحت هذا الفيديو يوتيوب. من بعض التعليقات المخزية والمخجلة، واحد قال لي يعني لما تنبش يعني هذا الماضي؟ ما الفائدة؟ الها في روحك، اهتم بنفسك لأنك ستحاسب إلى آخره. يعني التهويل، يقول لك يعني الرعب، الإرهاب، يعني حتى تعني تسكت. كيفاش نتعاملوا مع هذا ال هذا ال هذا الكلام؟ إنسان تعطيه معلومة، تقرأ عليه معلومة متوفرة في الكتب، وهذا الكتاب متوفر على الشبكة. هذا الكتاب الإمامة والسياسة، المعروف بتاريخ الخلفاء، ابن قتيبة الدينوري. كتاب يعني معروف هذا عند المسلمين، خاصة يدرسوا التاريخ. قريت يعني كي نقرأ هذاك الجزء من هذا الكتاب، صفحة ولا صفحتين، ويقول لك إنسان علاش راك تنبش في الماضي؟ بهذا المنطق نمحو كل العلم البشري. هذه الفكرة تمحو كل ما أنتجه الفكر البشري مما يكتب وما يتداول شفاهة. أول شيء يعني تمحيه هو القرآن الكريم. يعني إذا تقول لي مثلا لما تنبش الماضي؟ القرآن الكريم كلام الله تبارك اسمه. معنيش النسبة، ولكن أكثر من 50 ولا 60% من القرآن الكريم يتكلم عن الأمم التي مضت، التي سبقت. وعامة هذه الأمم ليست بصالحة، رب العالمين تكلم عليهم، يضرب بهم مثل في الأمم هذو، إلا كان استثناء واحد، الأمة التي نجت من العذاب أمة يونس عليه السلام. أما باقي الأمم المذكورة في القرآن أهلكها الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت لما تنبش الماضي، يعني بمعنى هذه الفكرة الضمنية، كي يقول لك تنبش معناتها فيه ميت، تنبش القبور، يقول لك تنبش. هو يعلم ضمنيا أن هذا الماضي فيه الموتى بزاف، فيه رائحة النتنة، في أمور لا تقال للقلوب الضعيفة، حتى لا تهز، حتى لا يهز البناء. إنسان عنده يعني فكر ولا عقيدة بين قوسين، ولا عنده تصور على الإسلام ولا على الدنيا ولا على الحضارة الإنسانية، لما تكلم في هذه الأمور تعطيه يعني معلومات تناقض هذيك البناء اللي عنده الداخلي، هذيك التصور، يهتز كل البنيان. فيفضل يقول لك ما نسمعش. انا ما عنديش مشكل مع هذه الفكره، الانسان اللي حاب ما يسمعش ماشي مرغم يعني يسمع، ولكن ما تقولش الانسان اللي يذكر لك جانب من هذا التاريخ البشري والتاريخ الاسلامي ولا التاريخ العربي او المنسوب الى الاسلام، ما تقولش لك الانسان ما تتكلمش في هذا الامر، لانك تنبش القبور او تنبش يعني تاريخ لا يعني ما تروحش هذاك الموضع. لماذا؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعتبر بالماضي. والإنسان إذا ما يعرفش الماضي والأخطاء اللي حدثوا في الماضي، ما يقدرش يصوب المستقبل، وما يقدرش يعني يواجه يعني الحاضر عفوا، وما يقدرش يواجه المستقبل، يصنع مستقبل. مستحيل. لابد يكون متجذر فكريا في ذاك العمق التاريخي، وإلا يبقى دائما في الأخطاء تاع التاريخ. هذه الفكرة أن اللي تقول باللي ما تنبش الماضي. المشكل الثاني أن أولا هذه تضرب القرآن عرض الحائط، لأن القرآن يتكلم عن الماضي البعيد والقريب،
ويتكلم على الشيء اللي كان ربما احنا بالنسبة لنا ماضي، بصح هو لما نزل القرآن كان مستقبل، الشيء الذي حدث في الأمة تكلم عليه القرآن أيضا. يعني تشوف بلي فيه نسبية يعني في تحديد الماضي والمستقبل والحاضر، لأن اليوم رانا عايشين في هذا الوقت ونستقبل آيات القرآن يعني من هذا الوقت. الشيء الثاني أن القول ما تنبش الماضي هذا عدوان على العقل، هذا عدوان على العقل. يعني الإنسان لا يتدبر الماضي. كي تقول لي ما تنبش في الماضي والعلماء تاعك ولا الناس اللي تتبعهم التجارة تاعهم الدينية قائمة على الماضي، أنا فيه تناقض. إذن المشكل ليس في الماضي، لأن العلماء اللي تسمع لهم أظن أن هذا الناس، الأخ هذا اللي يتكلمني الله يهديني ويهديه، يتكلم على هذا الماضي بهذه الطريقة، يعني هو يتكلم لك على الماضي المشرق، يعني يتكلم غير على الماضي المشرق. يعني كي يسمع لهذا الناس العلماء الوعاظ والخطباء يتكلموا على ما شاء الله الفتوحات وكنا ودرنا والحضارة الإسلامية والأندلس وكذا وكذا وكذا. هذا الماضي المزين المزخرف، ولكن الماضي الحق ما يشبهش لهذا الماضي. إذن هما يتكلموا يعطون أنفسهم ذاك الحق، يتكلموا في هذاك الماضي ويصبغوه بواحد الصبغة جميلة يعني لذيذة طرية، حتى يعني يمكن تسويقها للناس. النبي صلى الله عليه وآله قال لأبي ذر عليه رضوان الله وسلامه: قولي الحق ولو كان مرا، ولو على نفسك، قولي الحق ولو كان مر. الماضي فيه الحق، فيه كثير من الحق، وهذا الحق اللي في الماضي حق مر، ولكن هذه المرارة واجبة. كما الطبيب من يعطي الدواء الواحد يعني دواء مر عادة مر، وعادة حتى الأعشاب اللي تنفع الصحة مرة، ولكن المريض يشرب ذاك الدواء لأنه يحتاج لك الدواء، يصبر على المرارة، لأن الشيء اللي غادي يعني ينتج على هذاك الدواء يعني المنفعة تاعها أكبر من الضرر ولا هذيك المرارات على المرض. فاليوم لازم الإنسان يشوف للمرارة الماضي حتى يتعظ ويعلم أين الحق من الباطل وأين أهل الحق من أهل الباطل. وكي يدير تدخل في هذه التجربة يولي يعرف في المستقبل الناس اللي تتكلم على هذا الماضي إذا كانت تكذب عليه ولا لا. حقيقة إذا كان راح تكذب عليه يعني تبيع له في الوهم ولا ماش تبيع له في الوهم. إلا الناس راك تحكي عليها وداروا فتوحات وداروا من هذا فقط مثال، لكن حتى الماضي يعني يتكلم على كاع يعني الأمويون والعباسيون والأيوبيون والسعديون، طمهم كاع لمهم، والعثمانيون والأندلس والملوك الطوائف وكذا وكذا. هذو كي تجمعهم وتشوف كل واحد على حدة تقول التجربة البشرية تجربة مرة، بغض النظر عن البطولات هذه الوهمية. كي تشوف يعني حدث في الماضي تكلم على أنا كمسلم تكلم على المسلمين، ولكن هذا الماضي نفسها عند الآخرين. لسنا بدعا من البشر، نفس الشيء. يعني الفساد اللي كان عند المسلمين كان عند غير المسلمين، لأن البشر بشر، وخلق الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان هلوعا. هذا خلق الإنسان. الله سبحانه وتعالى ينعت ويصف الإنسان بهذه الأوصاف والنعوت في القرآن. هذا خلقه ضعيف وهلوع ومقلق وطماع، إلا من رحم الله، لأن الإيمان هو استثناء في التصرف البشري ماشي الأصل. الأصل الفجور والمجون والقباحة والسطو على الناس وأكل مال الناس يعني بغير الحق إلى آخره إلى آخره. فإنسان كي ينظر لهذا الماضي بعين يعني صدق يتألم من هذا الماضي، ولكن هذاك الألم يتخطى ذاك الألم، يتعدى ذاك الألم حتى يوصل لنتائج، وهذوك النتائج يفهم بهم الماضي ويفهم بهم المستقبل اللي رانا عايشين فيه اليوم. أمة مليارين من المسلمين لا ما راش تسوى فلس. يعني التساؤل علامة استفهام، كيف هذا العدد الهائل كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: قلة فينا يا رسول الله، احنا قلة؟ قال لهم: لا، أنتم كغثاء السيل. بزاف جملة 2000 مليون بشر مسلم، الحالة رانا فيها يعني يرثى لها. فمن أين جاءت هذه الحالة؟ من الماضي المر الذي أينع وأثمر بحاضر مر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين. اللهم آمين، والسلام عليكم.